أحلى حاجة يبدأ عندك كعيبات حلو تعدي بيهم السهرية مع كويس تاي وإلا قهوة عربي. بنة على بنة. اليوم عملت كعيبة عش البلبل على الطريقة التونسية. جاو بنة نودكم ولا نشاهيكم. أول حاجة باش ناخذوا الفاكهة متاعي، بالنسبة للكمية راهو ترجع لكم. أني خذيت 150 جرام لوز و100 جرام نوازيت، حمرتهم ورحيتهم كيف ما هكا، خليتهم مهرشين مش مرحيين على الاخر. و50 جرام بيستاش باش نزيد عليهم مغرفة ونص سكر محور، ما تكثروش خاطر من بعد باش نشحروهم. ولهني 100 جرام زبدة باش نذوبها ونحيلها الحليب متاعها، يعني باش نتحصلوا على بيرد نوازيت. توا باش نحضر الشحور متاعي ونخليه يبرد. عندنا زوز كيسان سكر عليهم عصرة قارص وكاس مي، وباش نخليهم يغليوا مليح. وفي الاخر باش نزيد 3 مغارف عطرشيه نخلطوا كيفاش نعرفوها طاب، حتى كشي نحطوا شويه على المغرفه وكي تعسل لنا كيكه راهو الشحور متاعنا طاب. وتوا باش ناخذ ورقة الملصوقة اللي لازمنا نشريوها من لي غران سيرفاس، باش نقصوها دوائر، قطر الدائرة 8 سنتيمتر حسب التقريب. باش نستحقوا للمول يبدا مربعات، في تونس فما هكا حديد مربعات خاصين بعشر البلبل. ناخذ ورقة الملصوقة ندهنوها من الجهتين بالزبدة متاعنا، من بعد باش نحطوا عليها مغرفة من الحشو اللي عملناه اللي هو الفرويسة كذاك المرحي، ونحطها في المول بالطريقة هذه سهلة على الاخر. دونك نشكلوها كيف ما هكا ونحطها ندخلوها للفور حتى كشي تيب وهي سخونة، نشحروها بالشحور البارد ونزينوها وصحة وفرحة.